بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده هنعمل مع بعض كيكه البرتقال، بما ان احنا في موسم البرتقال. كل سنه وانتم طيبين. هنعمل مع بعض كيكه طالعه خفيفه وطريه وهشه زي ما انت شايفه، والقلب مستوي. انا معايا 3 بيضات. هحط عليهم نص معلقه فانيليا سايله، ولو عندك خل حطي معلقه خل عشان زفره البيض. هنزل عليهم بكوبايه وربع من السكر الحبيبات الابيض. يفضل يكون سكر ابيض علشان الكيك بتاعي يكون ما هوش غامق. هضربها 5 دقايق على اقصى سرعة، اعلى سرعة عندي في المضرب. 5 دقايق. هنزل عليهم بنص كوباية زيت. الكوباية اللي انت بتعايري بيها الزيت والسكر بتعايري بيها الدقيق وبتعايري بيها العصير. بعد كده هحط عليهم كوباية عصير برتقال. على فكرة المقاس العصير ده، مقاس كوباية العصير هو نفس المقاس اللي انا عايرت به السكر والزيت. تكون المقاسات واحدة عشان تطلع المعيار معايا مظبوط، ما يطلعش معايا بايظة. حطيت شوية قشر برتقال وهنزل عليهم بنص ليمونة، بعصرة ليمونة. قشر البرتقال انا هشيله عندي في الفريزر عشان في الصيف ما بيكونش اوان البرتقال. نزلت عليهم بكوبايتين وربع من الدقيق ان انا نخلتهم عشان اطلع منه الفراغات. هحط عليهم معلقه كبيره من الكيك من بيكنج باودر اهو. هضربهم ضربه خفيفه، وبعد كده هنزل عليهم الصينيه ديت مقاس 28. انا دهناها بقطعه زبده. الفرن بتاعي انا مشغلاه من قبلها، عايزاه يكون سخن. انا هطفي شويه وهسيب القاع هو اللي شغال. هحطه في الرف الوسطاني، بتقعد حوالي 25 دقيقة. وما تفتحيش عليها الفرن من قبل كده، بتخبطها خبطتين على الرخامة عشان تطلعي الفراغات منها والهواء. ده كده الشكل بتاعي لما استوت. يا ريت اشتراك للقناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم منه كل جديد. هقلبها معاكم وهنشوفها مع بعض. اهي طالعه مستويه والقاع بتاعها مظبوط، السوا بتاعها مظبوط. انت بتعمليها انت عندك ممكن تاكلها بالشاي، تاكليها تعملي كوبايه شاي وتاكليها او ممكن تاخدها معاك المدرسه او انت رايحه الشغل. بتعمليها انت طبق حلو في البيت وخفيف وسريع. حابه ترش عليها سكر ماشي، حابه تسيبها زي ما هي ماشي. ده كده شكلها اهو. يا ريت اشتراك للقناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم منه كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.